بصوا يا بنات، هنا اهو انا هنا كده في الممر اهو، طلعت من محطة جمال عبد الناصر وبشوف البلوزات اهي ب 100 جنيه. بصوا الكارديهات دي شكلها حلو وكتان وجميلة. بصوا ده كمان، بصوا البلوزة دي اتش اند ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا عامله لكم جوله في شارع تحت كوبري 6 اكتوبر على طول، اللي هو شارع الوكاله يا بنات، اللي هو قبل ما تروحي حتى على شارع 26 يوليو. اول ما تطلعي كده من محطه جمال عبد الناصر ناحيه شارع 26 يوليو، قبل ما توصلوا له عند صيدله الاسعاف هتلاقوهم فرشين ستاندات كتيره جدا واسعارها متفاوته. هتلاقي الاسعار العاليه، هتلاقي الحاجات بلوزات البراندات اللي ب100 جنيه، وهتلاقي البلوزات ب25، وهتلاقي تيشيرتات قطن ب45، وهتلاقي بناطيل الجينسي الاطفالي ب25، وهتلاقوا الاسعار كلها متفاوته في المكان ده. وهتلاقوا الحاجات اللي هتناسبكم، اللي انتوا هتدوروا عليه واللي انتوا عايزينه هتلاقوه في المكان ده. هتلاقوا حاجات كمان بالتيكت، وهتلاقوا فساتين شكلها حلو جدا. بصراحة اول ما هتروحي المكان ده هتلاقوا حاجات يا بنات جميلة، وفعلا في حاجات في النص كده لقط، وهتلاقوها بأسعار حلوة، وهتلاقوها كمان براندات. انا هنا عملت ايه بقى؟ انا هنا صورت لكم كل حاجة بالأسعار، الأسعار العالية والأسعار المتوسطة والأسعار اللي في الطبيعي العادية، والحاجات كمان اللقط. بصوا بقى الفساتين دي هتلاقوا كده في النص شي ان، فساتين شي ان الجميلة اللي انتي فعلا هتلاقيها لقطة لقطة يعني. دي ب150 جنيه، اي درس من هنا لغاية تحت كده ب150 جنيه. الدرسات دي يا بنات لغاية الارض. بصوا حاجة زي كده، طبعا عارفين الموديلات دي بتاعت شي ان. كل الدرسات اللي انا بصورها لكم هنا من شي ان. هتلاقوا حاجة او حاجتين من مانجو. الستاند كله شي ان. بصوا ب150 جنيه وفعلا كانت خامتها تحفة، يعني كأنه عامل بالة بتاعت شي ان كلها وحطها على الستاند ده. بصوا كمان اهو، في منه اللي بكم وفي منه اللي بقط. تعالوا هنا بقى ونشوف هنا البلوزات دي ب100 جنيه برضو. في منها زي ما قلت لكم اللي بكم، وفي منه الاوف شولدر، وفي منه النص، وفي منه 3/4. تشكيلة كبيرة من البلوزات موجودة عنده، وفعلا اللي بيدور بيلاقي الحاجات اللي تناسبه. وهنا البلوزات دي كانت برضو ب100 جنيه. وبصوا حاجة زي كده طويلة وشكلها حلو. انا طبعا ببعد بالكاميرا عشان اوريكم ان البلوزات دي واصلة لبعد الركبة يعني، وكمان مقاسات واسعة مقاسات كبيرة. هنا كمان البناطيل دي ب50 جنيه، جنسهات على ميلتون على قطان على الوان فاتحة على الوان غامقة. هتلاقي الكحلي، هتلاقي البينك، محيرات. ده لبس المحيرات، البلوزات والبناطيل اللي انا هوريها لكم دلوقتي بتاع اللبس المحيرات، اللي انتوا بتبقوا دايخين فعلا عليهم وعلى لبسهم، ومتبقيش عارفه تدخلي المحل الحريمي ولا تدخلي المحل الاطفالي ومش لاقيه مقاساتهم. هتلاقي المقاس وهتلاقي اللي انت بتدوري عليه هنا تحت الكوبري. هتلاقي فعلا محيرات موجوده هناك كتير جدا جدا كمان. بصوا اهو، بصوا حاجه زي كده جميل قوي قوي يعني. البناطيل دي ب50 جنيه. يا سلام على الشياكه والاناقه. وبجد يعني انا لقيت كام بناطيل كده منهم حلو ده قوي، ولو اتلبس على تيشيرت كده ابيض تحفه. بصوا كمان اللي هي البناطيل اللي هي السودا دي تحفه. بصوا ده كمان حلو قوي قوي قوي، ولو شميس كده من فوق ابيض وداخل جوه البنطلون او كده يبقى بصراحه جميل. بصوا الليجن زي ده طبعا بره بسعر تاني خالص. الليجنز اصلا دلوقتي بقى غالي جدا. بصوا بنطلون زي ده اللي هو التايجر ده تحفه، على تيشيرتي اسود او تيشيرتي بكم كده اسود او بنص، تحفه. ما تنسوش يا بنات تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش ان اللايك بتاعكم هو اللي بيفيدني وبيخلي عدد كبير من البنات يشوفوا الفيديو ويستفادوا. بصوا بقى التيشيرتات والشورتات دي ب35 جنيه. بصوا هتلاقوا بقى برضو لبس اطفالي شكله حلو جدا. ده مثلا بادئ من شهور لغايه 3 سنين 4 سنين ماكسيموم يعني.
وهتلاقوا القمصان فعلا شكلها حلو، وقطان وماركات وكل حاجه. ده مثلا كان من H&M. وبصوا بقى الاشكال حاجه كده يعني حلو، بس اهم حاجه زي ما قلت لكم الوكاله برضو ما فيهاش امان. انتوا لازم تاخدوا معاكم كده شنطه، تبقى شنطه لابسينها على ظهركم او كروس، عشان يا بنات فعلا اهل الشر كتير جدا في الوكاله. حصل كام حاجه قدامي امبارح، فبجد خلي بالكم. الناس فعلا يعني انا ذات نفسي كنت بصور وبحط الموبايل بتاعي في الشنطه، لقيت بياع بيقول لي خلي بالك من شنطتك، العيد جاي علينا خلاص وزي ما انتي عارفه الناس بتقلب رزقها. ففعلا خلي بالكم بقى، لاني فعلا هم كتروا جدا جدا في الوكاله. زي ما قلت لك خلي معاكي ازازه ميه طبعا عشان الصيف، وعشان تشربي وكده. ويا ريت تكوني فتره اصلا فطرانه قبل ما تنزلي، عشان فعلا الوكاله بتحتاج مجهود. وتكوني واخده معاكي شنطه كروس حطاها قدامك والفلوس تبقى في جيبك، او شنطه باك على ظهرك وبرده الفلوس تبقى في جيبك قدام، والموبايل كمان. حاجات بسيطه تخلي بالكم منها عشان الخروجه بس او النزوله بتاعتك تيجي بفايده ويبعد يعني ايه، ما يكونش حصل لك اي حاجه خالص في الوكاله بشكل وحش او حاجه، وربنا يا رب يسترها عليا وعليكم يا رب. بصوا بقى الحاجات دي برضو ب35 جنيه. هتلاقوا بقى حاجات كده البناطيل السودا، وكان في بنطلون براند اللي هو الاسود اللي هو بشبيكه ده طالع برضو موضه. هنا بقى ب65 جنيه البناطيل دي، ويا سلام على الشياكه والاناقه. حاجات كده ما كانتش تتفوت يا بنات. تخيلوا بنطلون جينز ب65 جنيه وكمان موديل جديد، يا سلام يعني. بصوا حاجه زي كده، وكان في مقاسات كبيره بقى، وهم دايما بيبقوا فرشين تحت الكوبري. بصراحه تحت الكوبري ده كان في حاجات كتير. في حاجات بقى ممكن كمان تجيبيها وتقعدي بيها في البيت، زي مثلا البناطيل اللي هي الجينز الليجن الضيقه، اللي هي في منها الاسود وفي منها الايس وفي من كل ده هوريهولكم دلوقتي في الستاند التاني. ده الحاجات اللي كانت الوايد ليج الواسعه الطويله، وفي حاجات تانية الصغيره الضيقه هوريها لكم برضو. عجبني اول بنطلون الابيض ده، عجبني جدا جدا، وكان واسع وشكله حلو جدا وما فيش فيه اي حاجه خالص. تخيلوا يا بنات ما فيش فيه اي حاجه يعني. وب65 جنيه. طبعا عارفين ان البناطيل دلوقتي اسعارها عاليه قوي، اي بنطلون دلوقتي هتلاقوه ب200 و220، وده اقل الاسعار. كان في منه كمان الالوان فاتحه كده، كان في منه الاحمر والفوشيا والبينك، كل ده موجود. بصوا بقى دي البناطيل الضيقه اللي بقول لكم عليها. بصوا حاجه زي كده كمان كان واسع وشكله حلو. بصوا الليجن ده. هنا بقى يا بنات بصور لكم الفساتين دي، فساتين شكلها حلو جدا، تعجبني قوي الفساتين البناتي دي. وكان هنا ب55 او 35. هوريكم دلوقتي كارت الاسعار ونتاكد من السعر، لاني كنت مصوره لكم حاجات كتيره جدا، وكنت عامله لكم جولات في الشوارع بتاعه الوكاله، فمش فاكر ده كان بكام، بس هو تقريبا ل ب55 ل ب35. بصوا بقى بصراحه الفساتين ما كانتش تتفوت، يا سلام على الشيك. بصوا اكتر حاجه عجبني ده من ريد تاج، وشكله حلو كده لو اتلبس على شوزه لونها بينك او لونها وايت، يا سلام على الشياكه والاناقه. بصوا كمان الحاجات دي في النص ممكن بقى يعني الدريسات دي ممكن خفيفه، يعني ممكن يتقعد فيها في البيت مش هتقول لا، وفعلا بتبقى جميله. يعني اقل بيجامه دلوقتي انت هتجيبيها في البيت بكام؟ غاليه الحاجات بقت غاليه. بصوا يا بنات فعلا الفساتين هنا كان شكلها حلو. وبصوا ده كمان كان شكله حلو جدا جدا، ولونه كمان كان رايق كده، وده كان يلبس مثلا سنتين. ما تنسوش يا بنات اللايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش ان اللايك بتاعكم هو اللي بيفيدني وبيخلي عدد كبير من البنات يشوف الفيديو ويستفادوا. بصوا بقى الحاجات دي القطن ده حلو، وعليه كده الدريس بتاعه جديد، يعني هو الستايل جديد. الستايل ده طبعا قديم، بس هو رجع تاني يكون جديد، نزل تاني في المحلات بتاعت ماكس و H&M، بشوفه كتير جدا. بصوا الفساتين دي كانت حلوه، والفستان اللي هو اللي عدى ده اللي هو الفوشيا ده كان خطير، كان قطيفه، ممكن تجيبيه بقى وتشيليه للشتا. بصوا حاجه زي كده برضو، ده لابس مثلا 11 سنه. بصوا ده جميل جدا، وبصوا ده من ماكس خطير،
شكله حلو قوي قوي وقطان وجميل وعايزه اقولك ان هي طريه جدا، الخامه دي طريه جدا جدا. بصوا هنا بقى اللبس ده ب25 جنيه زي ما قلت لكم، وريت لكم ال100 ووريت لكم اللي ب25 ووريت لكم ب55 ووريت لكم ب35 ولسه هوريكم بلوزات دلوقتي هي ب25 جنيه برضو. بصوا البناطيل دي ب25 جنيه. النهارده جولتنا تحت الكوبري 6 اكتوبر اللي هو قبل ما تروحي على شارع 26 يوليو، اللي هو شركة الكهرباء. عند شركة الكهرباء كده يا بنات، قبل ما تعدي الكوبري، قبل ما تعدي الناحية التانية، اول ما تطلعي من محطة المترو، محطة جمال عبد الناصر، تمام، صيدلية الاسعاف. يعني بشرح لكم يعني بديكم علامات مميزة عشان تعرفوا توصلوا. هنا كمان ب25 جنيه البناطيل دي. بصوا بقى التيشيرتات هنا كان الحاجات دي ب25 جنيه وحلوة جدا جدا جدا، وكانت فعلا الحاجات هنا ما كانتش تتفوت بقى. التيشيرتات دي كانت خطيرة، ممكن تلبس تحتيها بقى شميزات سودا او شميزات بيضة، يا سلام على الشياكة والاناقة. وبصوا الحاجات البينك دي حلوة قوي قوي قوي، والحاجات الستانات دي ما كانتش تتفوت، ممكن تلبسي تحت بليزر او حاجة، يا سلام. والشوفونات دي ممكن تلبسيها تحت يعني فوقيها قميص ابيض او قميص اسود، يا سلام على الشياكة والاناقة. بصوا ده كمان يا بنات البلوزة دي حلوة وواسعة وطويلة، برضو يتلبس تحتها بادي كارينا او شميز ابيض هيبقى حلو. وده كمان خطير جدا وشكله حلو. وزي ما قلت لكم طول ما انتوا بتدوروا في الوكاله هتلاقوا بحاجات جميله جدا. يا رب تكوني النهارده الجوله عجبتكم. تابعوني يا بنات عشان مصوره لكم حاجات كتير عايزه اوريها لكم، عايزه افرجكم عليها. ويا رب تكوني الجولات عجبتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش يا بنات تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.